الله ما شاء الله. أنا يسألوني يا أبو فيصل، أيوه، يقولون وش هالخضار اللي في المنطقة الجنوبية؟ أيوه. الربيع وين؟ قلت هذا أثر السدود. تجي مثل هالنبات اللي يسمونها العطنان والطفعة والغبيرة والغبرة والمغيبرة، تعطي جمال. شفت أنت مناظر الجمال هذا على مد البصر، ناظر. خليني أوريكم إياه. السد قريب. اي والله، هذه دائما اي شيء يحار فيه الماء او ينقع وفيها النبته هذه تعطي جمال ما هو بسيط. يشبه الأكرام. الاكرير. إيه. الرمرام، نوع من انواع الرمرام. نعم. مثل ما قلنا لكم هذه تنبت عند السدود، القيعان اللي يجيها ماء متكرر. سدود خاصة، وجدتها في سدود خاصة. شوفوا هالمياه، وتجي مناظر على أنها ربيع في الجنوبية، والحقيقة هذه بقايا المياه وأثر المياه في السدود. شوفوا الخضار هذا، يعني شيء مو طبيعي. عندها السدر وعندها الظلال، شيء جميل للغاية. شوفوا الجمال. وهذه نبتتنا، شوفوها، العطنان والمغيبرة والغبيرة والغبرة والمغيبة، وجودها هنا، وجدتها في الرياض، وجدتها في الجنوبية، في كل السدود. بقايا السدود وآثارها. عادة السدود تلقى هذه النبتة اللي جميلة الآن خضراء. شوفوها، شوف زهورها ما تفتح إلا بعد العصر أو إلى المغرب. في الليل تلقاها موجودة. جمالها هي جمال. أبو فيصل إيش تقول؟ هذا وش يسمونه؟ عين الجمل. إيه، ويسمونه الخشخاش. دخيل طبعا. شقائق النعمان. لا، شقائق النعمان تصير أربع وراء بتلاتها. أيوه. هذه ما هي 4. هذه 6. 6. إيه لا، إذا ما بينها وبين شبه، لكن كالخروج. وبعدين هذيك ما يجي فيها شوك. نعم. النعمان تجي حمراء. هي حمراء. والله جميلة. هي اللي يسمونها برضه عين البقر. لا، عين البقر غير، هذه في نجد عندنا تنبت. أيوه.